انا بعرف اني سحبتك من شغلك حاليا بس بدنا نحكي الفاينل ريزلت لهذا يا سلام الوقت ممتاز انه نحكي عنه صراحه. بس الكل خاصه انه ما عندي الكل مهتم بمعدتك للامانه. اهتمام غريب. ايه بس لا يمكن في ناس عن جد بيعانوا بدهم يستفيدوا. اوكي، اول مره عملت له اكله كلها توم، حط منها وما صار عنده اي وجع. هذا الشيء ما بالعاده بيصير. قلنا نجرب مره ثانيه. فامبارح عملت الطاجين وكان مليان بصل وكان فيه توم صحيح وزنجبيل. صحيح. حط منه فخبرنا. صراحه الامانه ما كان في عندنا نفخه ولا كول اللي بضايقكم. مو طبيعي. مأذون. من وين طلع من تحت؟ ولا توقعت. المهم شو كنا عم نحكي عن شو الموضوع؟ الباودر. الباودر. ايه صراحة الأمانة هذا لهلا رهيب. يعني حدا فان قالت لنا عنه وفنانة صراحة يعني الأمانة فان بعثت لي اياه بتشكرك. والله يجزيك الخير. يعني ثانك يو كثير 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 لأنه أنت عن جد لقيتي لنا حل. والله لا ده ولا شيء. أنا على فكرة من النوع اللي بكره كثير الأدوية، فهاد كثير فنان. ليكو باودر هو عبارة عن باودر ما له لا طعمة ولا شيء ولا شيء. فعن جد اللي بده إياه رح صور لكم إياه هلا. بيت خلص. طبعا قلت لها صارت تطلب لي كمان منه الأكياس والعلبة. الأكياس باخذهم معي بجيبتي، أي أكل برا باكل منها. هلا رح صور لكم اياه. اوكي عن جد ليش هيك طلع. حصور لكم اياه بالسناب اللي بعده. اعملوا سكرين شوت وبس تكتبوا الاسم على جوجل اللي رح يطلع لكم الويب سايت. يعني هو اسمه فودزايم. تمام. عن جد مفيد، ما انه اعلان ابدا ابدا ابدا. هو عن جد شيء نحن جربناه، فان نصحتنا فيه. فعن جد ثانك يو سو ماتش.